بنبدأ بمعركة رهيبة في مملكة جراندس اللي تعتبر خط الدفاع الأخير لمعركة الاندفار، والمعركة سخنة جدا بين الجنود البشريين وجنود الأورك اللي بيحاولوا يقتحموا الأسوار، وجندي من الجنود بيحمس الباقي، وعلى الناحية التانية برضه جندي من الأورك بيحمس الأورك، وبيجروا الأورك بكل سرعتهم ناحية القلعة. وفجأة نور أحمر بيملى المكان، ونائب القائد فيليون بيلاحظ إن الأورك اهتاجوا وإن خلاص ما عادش في وقت على سقوط البوابة الجنوبية. هما صحيح أعداد الأورك كبيرة ومثيرة للمتاعب، بس المشكلة الحقيقية هتبدأ لما قائد الأورك ينضم للمعركة، لأنه مختلف عن الباقي، لأنه مستخدم للهالة، وده معناه إنه يقدر يستخدم مهارات هالة خاصة. ومع الوقت الأورك بيسيطروا على أسوار القلعة. طب إيه هي دي نهاية البشر؟ وبنشوف البشر وهما بيدافعوا باستماتة عن القلعة، لكن الأورك بيفعصوا في الجنود برجليهم. بس حاجة غريبة بتحصل، في طاقة غريبة بتخرج من جثث الجنود، وبيقوموا فجأة الجنود اللي ماتوا ومش هما لوحدهم، لا، جثث الأورك الأموات برضه، وبتحصل معركة بين الجثث دول وبين الأورك. وبعدها بنشوف إن في خبر انتشر إن في مستدعي أرواح في أرض المعركة، دمار شامل وتفجيرات قدام أسوار القلعة، وبيظهر الزعيم بتاعنا وهو داخل بكل فخامة لأرض المعركة، وبيقول لا يمكن هزيمتكم كلكم بجثث عادية، بس ده هو المتوقع من سيد الهالة، تعالوا. وبيستدعي زعيمنا وحوش وجنود مختلفين، وبيصنع جيش من الأموات، والمعركة بتشتعل أكتر وأكتر. بس زعيم الأورك بيكون بيستخدم الهالة ونازل في جنود دشملة، وفي لحظة كده بيلاقي جندي من اللي زعيمنا عمل له استدعاء، وبيظهر وراه وبيهجم عليه، لكن هو بيتفادى وبيمسكه. بس الجندي التاني بيستغل الفرصة وبيجري على الزعيم وبيديله في صدره، وبعدها بيحصل هجوم منسق ومتتالي بين الاتنين على الزعيم، وبعدها الوحش اللي شكل النمر بيديله بوكس يطيره هو وباقي الجنود بتوعه. وزعيم الأورك بيفكر فين العالم واسع بوجود مستدعي أرواح بمهارة مبارز ممتازة زي كده على أرض المعركة، وبيتعصب وبيتجنن الأورك المستدعي، وبينزل بالمطرقة بتاعته يدمر له يجي بتاع 6 7 جنود كده، والجنية بتخلص عليهم وبتقطعوا وبينفجروا وهم في الهواء. وكل البشر الموجودين في أرض المعركة مصدومين، لأن شخص واحد قدر يغير مجريات أرض المعركة لوحده، على الرغم يعني إن الإمبراطورية حظرت السحر الأسود. وبيضحك الزعيم لأنه ما كانش متوقع إن الجثث هتجبره على التوقف، وبيقول لي زعيمنا اوعى تكون فاكر إنك هتهزمني في ده بس. وبيبص على زعيمنا اللي بيقول له اخيرا لقيت جثه مفيده، انت عندك المؤهلات اللي تخليك تبقى واحد من اصحابي. وبيجري عليه بسرعه البرق وبيديله بالخطاف، لكن الزعيم بيمسكه بالهاله وبياخد منه الخطاف، وبيهجم على زعيمنا وبيقطع دراعه، لكن بتطلع نسخه، وبيتفادى هجومه وبيديله هجوم يطيره بعيد. وبيتحكم زعيمنا في العظام وبيحاول يكتفه، وبيكلم بطل قصتنا نفسه وبيقول انا لازم ابقى اقوى. بعدها بيطلق طاقه من رجله والعظام بتبدا تتجمع حواليه، وبيفكر بان في سبيل لحياته، وبيفتكر كل الشخصيات اللي يعرفها والعزيزة على قلبه. وبعدها بيتسلح بدرع من الهيكل العظمي، وبيقف قدام زعيم الأورك اللي بيضحك وبيقول له تعالى ليا يا عم المحارب اللي عاوز يغير العالم، رفه عني وقاتلني لآخر مرة. والقتال بيبدأ بين الأقوى في الجيشين، والكل واقف بيتفرج مذهول من الوحشين اللي بيقاتلوا بعض، وبنشوف تفجيرات في كل مكان، وبنلاقي زعيمنا ماسك سيف مشتعل وبيجري على الزعيم اللي بيكون رافع ايده ومستعد للهجوم بالهالة. قبل الأحداث دي في أكاديمية رودلين، أكتر أكاديمية مرموقة ومربية أجيال في الإمبراطورية، والأكاديمية دي بيروحها الناس اللي بيدوروا على مستقبل واعد، وبالرغم من كده برضه بيجتمع هناك اللي بيخفوا هويتهم. وهناك بيظهر زعيمنا اللي اسمه أندريس، وبنلاقي شخص بيسأله وبيقول له هو أنت مش قلت إن هي هتبقى هنا؟ أنت مش قادر تفتكر مكان الجثة اللي اشتغلت عليها الأسبوع اللي فات؟ دول يا زعيم هم باحثين السحر الأسود المحظور ومستدعين الأرواح. طبعا لو حد اكتشف ده أندريس واللي معاه يتعدموا على طول، علشان كده بيعملوا التجارب دي في السر. واللي مع اندريس دوت هو المشرف واسمه تشارون. المهم يعني بعدها بنلاقيهم جايبين جثه وبيستخدموا عليها سحر الاستدعاء، لكن بيفشل وجثه بتتحول لهيكل عظمي. وبيقول المشرف لاندريس كفايه كده النهارده، ونظف المكان واطلع لفوق. وبيفكر اندريس في انه ما اتعلمش اي حاجه برضه، وان على الرغم من خطوره اللي بيعمله ده مش بيستفيد اي حاجه. بس اندريس مكمل عادي علشان هو ده المكان الوحيد اللي يقدر يقرا فيه كتب لائقه عن السحر الاسود. وبعد فترة بيخلص أندريس وبيطلع للمشرف بتاعه اللي بيقول له لو التنظيف بياخد منك نص يوم، فإمتى بقى تقدر تعمل مهمة لوحدك؟ أنا اديتك مهمة بسيطة وتوترت للدرجة دي، أنا مش هتساهل مع أي فشل تعمله تاني. فبيقول له أندريس إنه هيعمل اللي عليه، فبيطلب منه المشرف يروح المقابر ويجيب له جثة تانية، وبيقول له كمان ما تنساش إن أنا اللي رعيتك رغم إنك طفل يتيم، علشان كده لازم تثبت ليا باستمرار إنك تستحق العيش، ولو ما عرفتش فأنت عارف إيه اللي هيحصل لك. فبيقول له أندريس هبقى جثة تعمل عليها التجارب بتاعتك، وبيطلب منه المشرف يروح علشان يعمل المهمة. وبيخرج أندريس وبيفكر فين المشرف ما ادالوش حتى مصاريف السفر. وبعدها بيفتح الباب وبيلاقي كل طلاب الأكاديمية مستغربين لما شافوه لسه موجود، فبيزقهم وبيجري وبيقول لهم أنا مش مسرحية، بعيدوا بعيد عني.
أندريس بطل قصتنا طالب في قسم السحر في عامه الثالث، ما عندوش أي موهبة، اتولد يتيم من عائلة فقيرة وبقى راجل عادي بينظف رجول الأقوياء وبيعجن الضعفاء ضرب، وهو الطالب صاحب أسوأ معدل في الأكاديمية. زائد كمان إنه شرير من الدرجة الثالثة، تقدر تقول كده إنه نوع من الشخصيات اللي محدش بيحب يلعب بيها في الألعاب. وبنعرف إن في شخص اسمه ماكوتو، وماكوتو ده دخل عالم الخطيئة الكبرى وتقمص شخصية أندريس. وماكوتو كان عضو في القوات الخاصة، ما قدرش يتكيف مع حياة إنسان عادي في المجتمع، بس الشيء الوحيد اللي كان بيدعمه هي الخطيئة الكبرى. علشان كده هو نسي كل حاجة وركز واندمج مع اللعبة. وبعد لما قدر واخيرا ختم اللعبه بعد 12 اسبوع، جات له مكالمه على الموبايل من شخص مجهول عارف معلومات الشخصيه واعدادات اللعبه. بس ماكوتو خاف وكان متفاجئ وحاول يطفي الجهاز بسرعه، وفجاه حصل جليتش في اللعبه، ومن غير اي ادراك من ماكوتو اتحول لشخصيه في اللعبه قبل 6 شهور من بدء القصه الرئيسيه. اندريس يا زعيم شخصيه الموت دايما وراها. عارف ليه؟ لان كل الشخصيات بتعدي بنفس الحدث وبيكتشفوا تشارون الحقيقي وبعدها بيقتلوه. ومن ساعه لما دخل اللعبه وهو مش عارف يبعد نفسه عن تشارون قبل بداية القصة الرئيسية، ولو ما عملش كده مش هيقدر يهرب بسبب تورطه مع الشخصيات الرئيسية. ودلوقتي هو ما عندوش أي حل غير إنه يبقى أقوى قبل ما القصة الرئيسية تبدأ. وعندك الحاجة الوحيدة اللي أندريس يقدر يعتمد عليها هم المهارتين اللي اللاعب بيكسبهم عشان لعب 12 أسبوع، بس المشكلة بيكون فيهم واحدة عشوائية. وأندريس كسب مهارة الجوهر المزدوج، ودي مهارة بتخليه قادر يستخدم السحر والمبارزة. وأندريس أصلا بيكون شاكك في قدراته على إنه ينجو لو حتى اعتمد على حاجة منهم، وبكده هو معاه مهارة ومش فاضل غير مهارة رئيسية، ويكون مش قدامه غير انه يختار مهارة تمشي مع مستدعي الارواح. وبيفتح متجر المهارات وبيلاقي مهارات كتير جدا، وبيبدأ يشوف الاول المهارات اللي مش شافها قبل كده، وبيلاقي هناك مهارة اسمها شيطان الشر التطوير المتاهة وبتلفت نظره كلمة التطوير، وبيشرح انها ظاهرة بتخلي الكائن الحي في مكانة اعلى. والمهارة دي اندريس عمره ما شافها في اللعبة لحد دلوقتي. ووضح انه محتاج حاجة تخليه يتجاوز اسوار القلعة، وخلاص مش بيفكر كتير وبيتوكل على الله وبيختار مهارة التطوير. وبيبدأ اندريس يشوف المهارة دي هتخلي مستقبله عامل ازاي. وفاكرين يا زعماء المعركة اللي حصلت في الاول؟ بيقدر بقى اندريس يشوفها، وبيشوف حاجات زيادة زي التنين، وبيشوف نفسه كملك متوج، وبيقول في العالم ده انا هنجو اكيد، وهختم اللعبة دي بصفتي أندريس. بنروح لمبنى من مرافق الأكاديمية المجانية. بيقول زعيمنا إن أندريس كان شرير تافه في اللعبة، بس لما بقى هو أندريس عرف إن هو شخصية ملهاش لازمة هو كمان، لأنه مش بيقدر حتى يستخدم سحر عنصر واحد حتى صح. والحاجة الوحيدة اللي مفيدة هي الاستدعاء، واللي هي خلته يختار مهارة التطوير. وقبل ما أندريس يروح المقبرة بيروح الأول مختبر قسم الأرض، علشان مش عاوز يضيع وقت، لأنه لازم يبقى أقوى بسرعة، لأنه ممكن ما يقدرش ينجو من الحدث الرئيسي. وبنلاقي كل الطلاب بيبصوا ليه بصة استحقار. وبيقول أندريس إن في طلاب كتير جدا يقدروا يقتلوه مع تشارون كمان. بيوصل أندريس المختبر وبيلاقي هناك كتب اسمها مرعبة، وبيكون في المختبر شخص محبوس في القفص، والشخص ده بيطلع مصاص الدماء. وفي اللعبة زعيم مصاصين الدماء كائنات مش بتتأثر بالشمس، وبيقدروا يستخدموا سحر قوي جدا، وهم كائنات تشارون بنفسه ما يقدرش يتعامل معاهم. وفجأة بعدها مصاصة الدماء دي بتكلم أندريس وبتقول له ممكن تخرجني، وبتعرض عليه إنها هتقتل تشارون مقابل يعني إنه يخرجها. وبتسأل أندريس لو إنه خايف يموت على إيد تشارون، فبيقول لها أندريس حتى لو خرجتك مفيش ضمان إنك هتسيبيني. بس مصاصة الدماء دي بتوعده وبتحلف ليه كمان، فبيطلب منها أندريس شوية وقت علشان يفكر في الحوار ده. بتتعصب مصاصة الدماء دي عليه وبتقول له خرجني بسرعة من هنا. وبعد فترة بيركب أندريس القطر وهو بيفكر في إنه لازم يحقق في كائنات مصاصين الدم الأول. وبيوصل للمقبرة الوطنية محطة هرتبست، وبيكون معاه شنطة وبيفضل يشد فيها لكن بالعافية، وبيقعد ينهج وبيقول أنا لازم أزود قوة تحملي مش الفلوس بس. وبيوصل عند باب المقبرة الوطنية اللي استولى عليها السحر الأسود، وبيقول للحارس إنه هنا من بيت جينيس الحفيد الثالث. فبيقول له الحارس أنت جبت الورد؟ فبيقول له أيوة جبت السما الزرقاء وفرشة الورد، ودي يعني كلمة السر وبتاع فاهمين. المهم يعني الباب بيفتح وبيقابل هناك شخص تاني وبيقول له جيت في وقتك، وبيكشف عن الجثة الجديدة اللي هي جثة فارس، وبيطلب من أندريس ينجز وياخدها بسرعة. وبيفضل أندريس يجر فيها بالعافية وبيحطها بعدها في الشنطة وبيستعد خلاص علشان يمشي، بس بياخد باله من مقبرة عليها اسم هو شافه قبل كده، وبيتصدم صدمة كبيرة. بيقول معقول دي مقبرة سيد الهالة نيكيل ليفايل؟ وده كان راجل كرس كل حياته في تدريب السيف لعقود، وخلص حياته كلها في التدريب علشان يبقى سيد هالة.
ومات يعني بسبب الشيخوخة في الآخر. المهم يعني إن مفيش حد كان يعرف إن ناكيل دوت سيد الهالة، وبيفكر أندريس فلو إنه يعني ياخد جثته علشان يعمل استدعاء، لكن لا هو ما يقدرش يعمل كده حاليا، بس يعني يقدر يطور مهارته بعدين. وبيقول لازم أحمل الجثث اللي ليها إمكانيات عالية، وبيروح للراجل بتاع المقابر وبيسأله لو ينفع ياخد جثة تانية، فبيقول له خد إذن تشارون الأول. فبيعرض عليه أندريس خاتم شارة عائلة الكونت، والراجل بيتصدم لأن الخاتم ده ثروة كبيرة. فبيقول له أندريس إنه مش بيمتلك أي حاجة تانية غير الخاتم ده. هو بياخد إيده وبيكرمش له الخاتم، وبيطمنه بإن تشارون يعني مش هيعرف حاجة، وبيوافق التاني وبياخد أندريس الجثة، وبيكون متفائل جدا بالمستقبل بتاعه، وبيقول إنه لما يرجع هيبدأ يتدرب كمستدعي. وبيرجع تاني عند تشارون اللي بيطلب منه يجهز الجثة لحد ما يجي، وبيبدأ أندريس يعمل كده وبيكون عاوز يخلص بسرعة علشان يبدأ في الدراسة بتاعته. وبيسأل نفسه هل هيقدر يستخدم جثة ناكيل، لأن بمستواه الحالي يا دوبك بس يقدر يستخدم هيكل عظمي، بس هو دلوقتي عنده مهارة التطوير، بس برضه هو لسه ما جربهاش ومش واثق قوي يعني. ده غير إنه ما عندوش فلوس يشتري جثة تانية، علشان كده ما عندوش حل غير إنه يجرب على جثة نيكيل. ولسه هيبدأ بترجع مصاصة الدماء دي تسأله هيفضل بيخليها تستنى لحد إمتى، وبتقول له أنا قلت إني مش هقتلك، أنت عاوز تعيش بقى حياتك تساعد تشارون. وبيروح أندريس عند القفص بتاعها وبيفكر في إنه كان مستنيها تتكلم معاه، وهي بتضحك وبتقول له إيه قررت انك تحررني ولا ايه؟ وبيفكر اندريس في انه كان مستغرب ازاي تشارون قدر يحبسها، بس هو اكتشف الاجابه لما قرأ الكتاب. وبتساله مصاصة الدماء دي واقف بيبص ليها وساكت ليه، فبيقول لها اندريس انه هيخرجها لانه مش قادر يستحمل تشارون. فبتفرح جدا وبتقول له طب يلا فكني، بس اندريس بيصدمها وبيطلب منها تحلف باسم العائله بتاعتها انها مش هتقتله لما يخرجها، وبتوافق هي كمان وبتحلف باسم العائله بتاعتها انها هي مش هتعمل له اي حاجه يعني لما يخرجها. واول لما بتعمل كده النظام بيقول أندريس إن تم رصد عينة قابلة للتطوير، واحتمالية التطوير هي 55%، وبيبدأ يلعب في لوحة النظام. ومصاصة الدماء دي بتستغرب وبتقول عليه عبيط علشان بيلعب في الهوا، وبيسأله النظام لو إنه موافق على التطوير، وبوضح له إنه ممكن يحصل انحراف جيني. وبيشوف أندريس إن دي فرصة يختبر المهارة قبل ما يجرب على نيكيل، وحتى لو حصل حاجة فهتبقى مش غلطة، وبيوافق وبيدوس نعم. وعلى طول بتقع في الأرض وبتقعد تصرخ وبتقول أنت عملت إيه يا واخد أنت، وبترجع تاخد صدمة تانية وبتفقد الوعي. وبيكون أندريس مش فاهم أي حاجة وحتى مش عارف العملية نجحت ولا فشلت. وبينزل تحت في القبو وبيقول انه اتعلم حاجه عن المهاره دي، وهي ادامه يعني يقدر يطور كائنات مش من استدعائه، يبقى يقدر يطور استدعائه اكيد، ومش هيكون في اي مشكله لو استدعى نيكيل. وبيحط الجثه وبيبدا في استخدام المهاره، وبيحس بمنى رهيبه جدا خارجه من كل حته، وبيتصدم ان دي كميه المنى لاستدعاء هيكل عظمي واحد بس. وجلد نيكيل بيتقشر وبيتحول لهيكل عظمي، وبتنجح عمليه استدعاء هيكل عظمي اسطوري، ومستوى استدعاء الهيكل العظمي بيزيد من 1 ل3. وعلشان مستوى الجثة فائق بيقدر يسترجع جزء صغير جدا من وعيها في الحياة القديمة، وبيكون عنده مهارة الوعي بالذات والاتقان دي يا زعيم دي حالة بلوغ قمة القمة، مفيش حاجة بعدها يعني مهارة كده ما تقدرش توصل لها غير بالجهد والعمل الشاق. فبقول له بعدها اندريس انت كنت سيد سيف فعلا صح؟ فبقول له ايوه انا نمبر 1 في الحوار ده. فبرد عليه اندريس بقول له انت هتبقى في رعايتي بعد كده. فبقول له تمام يا رجولة انا معاك. وبيرجع اندريس الأوضة بتاعته وبيوضح إنه لسه فاضل سنة على موت تشارون، وبيفكر في لو إنه عاوز ينجو لسه في حاجات كتير لازم يعملها الأول، لأن حتى مهارة الاستدعاء لسه ضعيفة ومحتاجة تطوير أكتر. وبيقوم علشان يخرج نيكيل من تاني، وبيخرج وهو بلبوس كده، بس اندريس بينزل يجيب له طقم من عند الأفريقي ممنوعات علشان محدش يكتشف اللي هو مخبي. المهم وبعد ما بيلبس بيفضل يتمرن، وبتصدم اندريس لأن الموت ما كانش كفاية إنه يمنعه من التدريب، وبيجمع شجاعته كده وبيطلب من نيكيل يعلمه فن المبارزة. وبيبدأ على طول وبيمسك عصاية يتدرب بيها، لكن جسمه بيقعد يطقطق. بيفكر في ان نيكيل سيد هالة مجنون لانه علمه ازاي يقدر يكمل بجسمه ده، وبيقول لو انه اتعلم بشكل صحيح هيقدر يستخدم الهالة في المستقبل، وهيقدر ساعتها يبدل بين الهالة والمانا، ومش هيضطر يستخدم واحدة منهم لان عنده مهارة الجوهر المزدوج. وبقول انا هقدر اخد طريق السياف السحري لان هستخدم المانا في قلبي ومسارات طاقتي. صحيح هيبقى صعب عليا ازيد قوة، بس لو عديت المراحل الاولى فهبقى اقوى من اي حد، زي الامبراطور العظيم ادموند اللي اسس الامبراطورية. فجأة نيكيل بيقرصه من ايده علشان يركز، وبيستغرب اندريس من قوته مع انه هيكل عظمي. بوضح انه كان جندي قوات خاصة،
والتدريب البدني بالنسبة ليه حاجة بسيطة يعني. وبنسمع صوته مرة واحدة وهو بيزعق وبيقول يا هيكل يا لعين لو لكمتني تاني انت. وخلاص بيخلص اندريس الدرس بتاعه وبيفتح النظام علشان يشوف التطور بتاعه، وبيلاقي انه زاد حوالي نقطتين في 5 ساعات، وده معدل اعلى من المتوقع. وبيكون عارف انه بعد لما يعدي درجة المبتدئ التطوير هيكون ابطأ بكتير. وبيقعد بقى يفكر في ان تشارون ما بعتلوش بقاله فترة، وبيقول ان مصاصة الدماء ما حصلش ليها حاجة، وان عملية التطوير بتاخد وقت طويل، يعني العملية بتاعته على مصاصة الدماء ما كانتش غلط. وبيبص جنبه بيلاقي نيكيل عمال يتدرب، وبيفكر اندريس في لو انه بس معاه جرعة شفاء كان ساعتها يفضل يتدرب ويعالج في نفسه دايما. والجرعات دي مقسومة 2 جرعة تجديد بتعالج الجروح الخارجية وبتضاعف معدل الشفاء، وفي جرعة شفاء تانية بتعالج الإصابات الداخلية والتعب. بس مستحيل على أندريس الفقير الكحيان يقدر يشتريهم، وبيفكر في لو إنه صنعهم بنفسه هيقدر يوفر أكتر، بس الحوار مش هيكون سهل. وأندريس عارف المكونات الضرورية بس مش عارف النسب، علشان كده بيقرر إنه لازم يحضر الدروس علشان يزود معرفته. بيفتح أندريس باب القاعة وكل الطلاب بيستغربوا لما بيشوفوه وبيفتكروه إنه جاي علشان يشقط بنات، لأن أصلا العائلة بتاعته انهارت. وبيكون أندريس سامحهم أصلا وبيحاول يسيطر على غضبه علشان ما يلفتش الانتباه. وبيروح يقعد لحد ما تبدأ المحاضرة الثالثة اللي بتتكلم عن قوانين الأعشاب الطبية المتوسطة. وأندريس بيلاحظ إن الأحداث لحد دلوقتي ماشية على قصة اللعبة بالظبط، وبيكون عاوز المعلم يبدأ في نسب المزيج. والمعلم بيخش على طريقة صنع جرعة تعزيز القوة البدنية، وبيشرح المعلم إنها بتعتمد على أوراق و3 مكونات تانية. وبيلاحظ أندريس إن محتويات المحاضرة زي معرفته باللعبة بالظبط، وبيستغرب من إن المعلم بيشرح جرعة شفاء ليها آثار جانبية كتير. وبيقوم علشان يسأل المعلم سؤال وبيقول له ليه انت ما حطيتش مستخلص هونج بيشي ولحق جزر متاراتا. وبتاخد بالها البنت من كلام اندريس، والمعلم بيطلع جاهل باين كده وبيقول ليه احطهم اصلا، لو انا حطيتهم يعني هعمل شوربه. والكل بيضحك على كلامه. وبيكون اندريس مستغرب لان المكونات اللي هو قالها دي ضروريه لصنع جرعه تعزيز القوه البدنيه، والكل بيضحك عليه. بيفكر في ان لسه محدش اكتشف الوصفه دي اصلا. وبيخرج من المحاضره وهو زعلان لان طلع عنده معلومات احسن من اللي اتعلمها. وبيقرر انه يدرس لوحده احسن. وبنلاقي البنت بتراقب اندريس وهو مكسوفه. بيروح أندريس قسم البحوث وبيشتغل على تحضير الجرعة، لكن بيفشل تاني. ومع انه عارف الوصفة بس هو محتاج طريقة موثوقة لصنعها، وتكلفة المكونات غالية جدا ولو استمر كده هيفلس. وبيفكر ان الوضع هيختلف لو حد ساعده، بس مين اللي هيساعد حسالة زي أندريس؟ والباب بيفتح وبتظهر البنت اللي كانت بتراقبه وبتقول له زي ما توقعت السنيور أندريس هنا. وبيتصدم أندريس وبيسأل نفسه ليه شخصية قابلة للعب جت هنا. وبيوضح ان البنت دي هي الشخصية الوحيدة القابلة للعب العبقرية في تخمين جرعة الشفاء. بنعرف ان اسمها لوسي. مفروض طبعا انها ما تبقاش قريبه من اندريس، بس يا ترى هي بتعمل ايه هنا؟ وبتقول له باين عليك انك فشلت كتير. وبيقرر اندريس ياخد وضع الطيران وعامل نفسه مش داري علشان تمشي، بس بتقرب منه لوسي ديت وبتساله بيعمل تجارب على ايه، فبيقول لها ده سر. فبتتصدم كده وبتزعل شويه وبتقول له انت مش اجتماعي فعلا صح؟ طيب انا اصلا ما كنتش مستنيه ان حد زيك هيقترح الاول. سينيور ممكن تدرس معايا؟ ايه انت مش شايف انها فكره كويسه؟ وبيفكر اندريس ان مفيش داعي للرفض برضه. وبيسالها عاوزه ايه، وبتقول له هو غريب ان اكون عاوزه شريك في الابحاث. فبرد وبقول لها بس انت مش هتستفيدي حاجه. فبترد عليه وبتقول له انت عندك موهبه وبتقدر تصنع حاجات مذهله، وانا عاوز اعمل ادويه مش موجوده في العالم ده. وبيوضح اندريس انها عاوزه تصنع دواء لنفسها، وبسبب علم لوسي الواسع في الجرعات الشفائيه مش موهبتها بس، لا هي لسه ما لقيتش طريقه تعالج بيها المرض بتاعها، وعلى المعدل ده هتموت بسببه، لان حتى الاطباء المشهورين ما يقدروش يعالجوها. وعلشان كده ما كانش عندها حل غير انها تدرس بنفسها، والمرض مميت والسبب فيه هو نظام اللعبه نفسه. وبيكون اندريس قلقان من انه يقرب من شخص بالذكاء بتاعها، لان اخر حاجه هو عاوزها ان هويته تتكشف. وبيفهم اندريس انها سمعت اللي قاله في المحاضره وجت علشان كده. وبيفكر في لو انه ورط نفسه معاها حياته هتقصر، فبيرفض وبيقول لها مش مهتم ويلا امشي. لكن بتقول له لوسي في تريبيونا انت ما قلتش كده في المحاضره، بس مش انت محتاج تضيف ده. بتوضح له انه لو ضاف الماده دي هيقدر يصنع الجرعه. وبتقول له كمان انا عارفه ان هقدر اساعدك لو عاوز. فبقول لها اندريس انت بتقولي كده بس علشان انت غنيه، وانا خلصت اللي جاي علشانه يلا امشي. ويفكر في انه مش هيتخلى عن حياته علشان عرضها المغري ده. فبتروح علشان تمشي، لكن بتقول له هسيبك تفكر لان عارفه انك هتغير رايك قريب. وبيرجع يتدرب في الأوضة تاني وبيغرق في التفكير كالعادة. ووضح إنه يقدر يعرف النسب بنفسه، بس المشكلة في الفلوس. وبيكون دلوقتي عاوز طريقة يجيب بيها فلوس، وبيفضل يفكر. فناكيل بيلوح بالسيف جامد علشان يفوق أندريس من التفكير ويخليه يركز في التدريب.
فبيقرر اندريس انه بعد التدريب هيفضل يفكر بعناية في طريقة يعني يجيب بيها فلوس كويسة، وبعد التدريب مش بيقدر يفكر غير انه يروح يتوسل لاخته علشان ياخد منها فلوس، وبيتضايق لان اندريس اللي في اللعبة فكر زيه كده، وبيقول مهما كنت حسالة بس دي مش طريقة لجمع الفلوس، اقسم بالله ان دي اخر مرة. ولا بعدها بنت قاعدة بتلاحظ اندريس من بعيد وبتقول هو ماشي ومعاه كتاب، هو حسن قراره ولا ايه؟ ده حتى لو اتغير مستحيل يصلح شخصيته الحسالة دي، ودي يا زعيم 2000 الساحرة العبقرية والانسة الشابة لعائلة 2000. وعلى فكرة برضو دي شخصية تقدر تقتل اندريس بسهولة، واندريس كان بيلعب معاها وهي صغيرة، بس بسبب ان عيلته وقع عليها ديون كتير فبعدوا عن بعض في الاخر. ده غير ان اندريس عمل حاجات كتير وحشة وقتها، علشان كده بيكون متأكد انها هتقتله لو اتكلم معاها، وخلاص بيقتنع انه يروح لاخته الصغيرة وخلاص. بنروح لعاصمة رودلين، وبيوصل اندريس للمكان اللي هيقابل فيه اخته، وبتقوله لما بتشوفه انا بعت رسائل كتير ليك بس انت ما ردتش، ايه اللي حصل؟ فبيعتذر لها علشان خلاها تشتغل وهي سيدة المفروض يعني، فبتقوله دي مش غلطتك، ودي يا زعيم هي اخته الصغيرة واسمها ايمي. فبيقعد اندريس وبيبان انه مكسوف، فبتضحك اخته وبتسأله عاوز فلوس تاني، وبتطلع الظرف بتاع الفلوس وبتطلب منه ما يصرفش الفلوس باهمال، وبياخد اندريس الفلوس وبيشكرها جدا وبيوعدها انه هيرد الفلوس دي في اقرب وقت. بس هي بتتصدم وبتقول له الخاتم راح فين اللي كان معاك؟ فبيكذب عليها وبيقول لها انه خلعه في البيت، فبتساله لو انه بيعتني بالخاتم كويس، وملامح القلق بتبان على وشها وهي بتقول له انت ما عملتش كده صح؟ مهما حصل ما كانش ينفع. فبيعتذر لها لكن هي بتقوم وبتقول له انا مش عاوز اشوفك تاني، وبتطلع تجري وبتطلب منه ما يجيش تاني، وبتقول له كمان انت مش مضطر ترجع الفلوس. فبقول لها انه هيرجع الخاتم، وبعدها بيفهم انه خاتم مهم جدا، وبيفكر في انه اول مره يشوف ايمي غضبانه كده، وبيقرر خلاص انه لازم يرجع الخاتم باسرع وقت ممكن. وبيفتكر نفسه لما كان بيحيي اصحابه اللي ماتوا كلهم، وبيقول انا ما كنتش سعيد لما انا جيت لوحدي برضه، فانا لازم انجو باللي عندي، انا هقبل عرض لوسيا اللي هي لوسي يعني. وبيشتغل اندريس على نفسه وبينزل يجري الصبح، وبيكون معاه لوسيا اللي بتنسحب بدري بدري وبتنام. ودلوقتي اندريس بقى يستغل وقت فراغه في التدريب واجراء التجارب، وساعات يعني بيبدل مع لوسيا في صناعه الجرعه، بس هي كسوله ونايمه دايما، وبيحس اندريس انه شغال لوحده وبيكون غضبان جدا. فبتقول له لوسيا بدل ما انت مش بتعمل حاجه كده قلل كميه المطرات وزود كميه جوهر شجره التودورو. وبوضح اندريس ان حدس لوسيا دقيق جدا، وساعات بيسيب قلب المشكله بالظبط، وبيعمل اللي هي قالت عليها، وبتحصل التفاعلات مع بعض، وبيظهر الاشعار المنتظر اللي بيقول لقد نجحت في صناعه جرعه تعزيز القوه البدنيه. وبيبقى اندريس بيكون مبسوط جدا وبيقول لها انا نجحت. والصدمه الكبيره بقى ان النظام بيقول له ان الجرعه استوفت الشروط واحتماليه تطويرها هو 32%، عاوز تطورها. وبيفهم اندريس انه يقدر يطور اي حاجه بقى بس بشرط انها تستوفي الشروط، وبيفكر برضه في ان 32% اقل من احتماليه مصاصه الدم، فبيقرر انه يشيل الجرعه دلوقتي. وبتفرح لوسيا لان الجرعه دي الشخص يقدر يستخدمها كل يوم عادي، وبتقول لاندريس بينا نقدم على طلب لجنه اختبار الجرعات حالا. فبيقول لها اندريس اعملي انت كده، انا عملت كل حاجه لحد دلوقتي. فبتقوم وهي كلها نشاط وبتقول له ان من بكره هنشغل علشان امتحانات نص السنه، بس لو الدنيا سهله هعملها انا. وفجاه كده بيظهر قدامنا اشعار بيقول ان جاري تطوير انجيلا وفاضل على التطوير 15 يوم تقريبا. وبتكون اصلا انجيلا مش عارفه ايه اللي بيحصل لها، وبتحس ان جسمها كله بيوجعها وبيحرقها، لكن بتكون حاسه ان في حاجه ورا الالم ده. بعدها بيتحرك القطر وبيكون فيه كل الطلاب علشان رايحين المكان اللي هيتم فيه اختبار نص السنه. وبيفكر اندريس في ان لوسيا هتعدي الاختبار الاول بسهوله، ووضح ان البرج السحري هو المكان اللي بيتم فيه اخر اختبار. واندريس الايام اللي فاتت كان بيتدرب كتير علشان يزود المبارزه بتاعته وكمان استدعاء الارواح، وكمان يعني تطوير مصاصه الدم قرب يخلص. وبنلاقي بنت بتسال 2000 عن الاختبارات هتكون عامله ازاي، وبتجاوب هي على السؤال وبتقول انها هتكون مهمه اعضاء ومجموعه عشوائيه، وبتقول لها ان الامر مش بالسهوله دي، وبتشاور على اندريس وبتقول لها هتعملي ايه لو طلعت في نفس مجموعته. فبتتصدم 2000، وبيوصلوا كلهم لمكان التدريب، وبيشرح المعلم للطلاب ان المجموعه تتكون من 3 اقسام: محاربين، سحرة، ومشرفين، وكل مجموعه عندها مهله لحد يوم الاثنين لاتمام المهمه. وبيبدا المعلم في اعلان المجموعات، وبنلاقي صدمه كبيره على وش اندريس، وهو بيوضح ان في اشرار كتير غيره وهو تشارون. والمصيبه ان في 2 من الاشرار دول مع اندريس في المجموعه. الاول هو الطالب القاتل المتعصب جباري، والتانية هي القاتله العشوائيه في فيينا. وبيقعد اندريس يندب حظه بقى وبيقول حتى حظي طلع وحش. وبيجي بعدها واحد اخطل اسمه كريستوفور وبيقول له انت بتتدرب زي المحارب بالرغم انك ساحر، انت بتسيرش ميزازي. وبيهدد اندريس انه ما
بيعترضش طريقه، وبيجي جبر وبيعمل نفسه لطيف هو وفيفيانا. وبتظهر كمان المشرفه اللي بيكون شكلها موضح كل حاجه مش محتاجه وصف يعني، وبقول لهم المعلم لما المجموعه تجتمع اتقدموا علشان تاخدوا المهمه، بس حاولوا ترجعوا احياء ارجوكم. وبيسال اندريس نفسه سؤال وبيقول ارجع بالمجموعه دي ازاي. وبيركبوا القطر علشان يروحوا مكان المهمه، وبتعرف المشرفه بنفسها وبتقول ان هي اسمها ايفي كلير، وبتخرج ليهم ورقه المهمه اللي بيكون مكتوب فيها التحقيق في قريه بمقاطعه البارون بلوريك، وان في اشاعه بان سيد القريه اللي اسمه سريم اتقتل. وكمان بتوضح انهم بعتوا محقق من اسبوعين بس اختفى. وبلاحظ اندريس ان ايفي اكتر عدوانيه من اللعبه، وبنعرف انها هتبقى اصغر سيده هاله في المستقبل، وبس مفيش معلومات تانية عنها، وبيكون مهارتها حقيقيه، بس اندريس خايف احسن شخصيتها تصعب الامور. وبتتريق على اندريس وبتقول انا سمعت ان راس الطحلب ده حاول يلعب دور فارس ساحر زيك، ايه الضحك ده؟ فبيتريق اندريس عليها هو كمان وبيقول لها انا مش عاوز اسمع كلام من شخص بيمضغ لحم مقدد علشان يحافظ على هدوءه. فبتتعصب هي كمان منه. المهم بعدها بيوصلوا لقصر البارون وبيقابلوا بلوريك اللي بيرحب بيهم وبيبدا يشرح لهم الوضع. بوضح ان ابن اخوه سيد قرية سريم كان بارون بس ما عندوش عائله، وبس يا سيدي هو ده كل اللي نعرفه. وفجاه بيجي الخادم وبيوشوشه في ودنه وبيقول له السيد الشاب، وبيلاحظ اندريس ده. وبعدها بيقول لهم البارون انه هيقوم يعتني بحاجه، وبيعتذر ليها الخادم وبيقول لهم ان السيد الشاب مش كويس. فبتقول له ايفي مش مهم، احنا اخدنا كل التفاصيل وهنمشي. وبيخرجوا كلهم وبتستغرب ايفي من هدوء البارون مع ان ابن اخوه مفقود. وبتخرج سيف كده وبتقول ان ريحته نفاذه، وبتسال اندريس لو ان ده السبب اللي خلاه يصر على انهم يمشوا من القصر بسرعه. فبقول لها ايوه، لان في حاجات كتير مثيره للريبه هنا، خصوصا يعني الجزء بتاع المحققين المفقودين. وبيكون اندريس شايف انها قصه مزوره، وشايف ان المريب اكتر حوار انهم بعتوا محقق واحد على الرغم من مرور شهر. واكتر حاجه لفتت انتباه اندريس هو تصرف الخادم لما طلب منهم يقعدوا في القصر ويمشوا تاني يوم، لكن لما ايفي رفضت ساعتها بان جدا على الخادم انه اتضايق، وكأن يعني خطته فشلت. ده غير ان كلهم كانوا متوترين وده بيبان من تصرفاتهم وحركاتهم. وبتقول لهم ايفي يلا بينا على قرية سريم، المهمة دي وراها الغاز كتيرة. وبيتحركوا بالعربة. وبقول كريستوفر احنا لازم نأجر مكان نقعد فيه لما نوصل للأول، صح؟ فبتقول له ايفي ان احنا لازم نحقق الأول. وفجأة بيحس اندريس ان المنى بتاعته بترتعش، والاحساس ده بيزيد كل ما بيقرب من القرية. وفجأة سرعة العربة بتزيد وبنلاقي السواق اتجنن هو والأحصنة وبيجروا بسرعة عالية جدا. وبقول لهم كريستوفر ان في حاجة غريبة في السواق. وبتقوم ايفي وبتكسر الباب وبتقول لهم ان الاوان فات، الكل يستعد للاصطدام علشان احنا هنصطدم بالبوابه الرئيسيه دلوقتي. وهوبا العربه بتقع في الارض وبتخبط في البوابه، وبنلاقي الناس بيتحركوا حركات غريبه اكنهم بيرقصوا باليه. وبروح كريستوفر يمسك في اندريس وبيقول له يا راس الطحلب ايه اللي بيحصل هنا؟ الناس دي مالها ساحر زيك المفروض يبقى عارف. وبيفهم اندريس ان ده مش مجرد شذوذ مانا، وان استجابه المانا بتاعته معناها ان ده سحر اسود. ولد من السكان دول بيتقبض عليه من فيفيان، وبتلاحظ ان قوته مش قوه طفل طبيعي، ورجل الطفل بتكون مليانه دم بسبب انه كان بيرقص طول الوقت. وبيقول كريستوفر ان دي لعنه، بس بيستغرب لان سيد القريه مشي من شهر، ولو هما كانوا بيرقصوا من ساعتها فلازم يكونوا ميتين. فبيوضح اندريس ان في حد بيهتم بالناس ديت علشان ما يموتوش. وبيفكر اندريس ان شخصيتها ما ماتتش في المكان ده في اللعبه. وبيفكر كمان لو انهم سمعوا كلام الخادم وناموا في القصر كان البارون هيغطي على الحوار ده، بس علشان هما جم القريه على طول الوضع اتغير وتورطوا في وضع خطير. ووضح اندريس ان المانا اللي حس بيها في نفس مستوى مانا التشارون، والقدره على استخدام المانا دي على مدى واسع غريبه جدا. لكن بيفهم اندريس ان اللي عمل كده ممكن يكون بيستخدم اداه سحريه، وبيسال كريستوفر في ايه. فبيقول اندريس ان الادله اللي معاهم قليله جدا، وبيطلب منهم يدوروا على بيت سيد القريه الاول. واول خطوه في خطه اندريس هي تجميع المعلومات. وبروح عند بيت سيد القريه اللي بيكون فيه تماثيل مولعه قدامه، وبتخش ايفي على طول وبتكسر الباب. وبيدخلوا القصر بيكون ضلمه وفيه اجسام ناس كتير مرميه على الارض. وبيلاحظ كريستوفر ان واحد منهم لابس هدوم فريق التحقيق الامبراطوري. وبيوضح كمان ان عدى مده كبيره على موتهم. وبيقول لهم اندريس انهم مش هيعرفوا يحلوا ده لوحدهم. وبوضح لهم ان على حسب اللي حصل ده فاللي ورا كل دوت سحر اسود. وبيكون حاسس ان في شخص بيضاعف مشاعر الناس هنا وبيبدلها بقوه سحريه. فبتتفق معاه لان القوه اللي بتحرك السحر الاسود هي مشاعر الناس فعلا، والسبب اللي خلى سيد القريه يموت هو لانه عارضهم. فبيخاف كريستوفر وبيقول لهم يعني التماثيل اللي بره دي نوع من انواع طقوس السحر الاسود؟ فبيقول له اندريس ممكن. وبتقول ايفي هنعرف الحقيقه في الاخر بعد لما نقبض على المجرمين، علشان كده بينا ندور في كل جزء في القصر ده. وبتبدا عمليه البحث ومش بيلاقوا اي حاجه ولا حتى جثه سيد القريه. وبيبصوا من الشباك بيلاقوا كل سكان القريه جايين
عليهم. وبيفكر اندريس في ان الجاني بدأ يتحرك اخيرا، وبيحس انهم كانوا مستنين لما يدخلوا القصر، وبتطلب منهم ايفي يوقفوا بحث عشان يمشوا من القصر ده، وبتؤمر واحد معاهم يلاقي طريق للهروب وبيطلع يجري، لكن بيقابل السكان على السلم ويمسكوه، بس بيجري كريستوفر وبينقذه، وبيطلب من باقي التيم يحمي اندريس، لكن اندريس بيستخدم النار وبيفجرهم، وبيقع كريستوفر قدامه وبيفتكر حد من اصحابه في نفس الموقف ده، وبيقع في الارض ومش بيقدر يتنفس، وبتحاول ايفي تفوقه لكن مفيش فايده، فبتشيله على كتفها وتقول لهم هنخرج من الشباك، وبتكسر فيفيانا الشباك وبتنط ايفي منها وهي شايله اندريس، والكل بينط وراها وبتقول لهم اجروا، وبيبدا اندريس يفوق وهو متضايق لانه افتكر ذكرى من اخر عمليه ليه، وبعدها بيستخدم مهاره الشحم وبيزحلقهم وبيستخدم درع الارض، فبتقول له ايفي انت فاكر نفسك لوحدك، وبتطلب منه ما يستهلكش المنى بتاعته بتهور، وبتساله لو يقدر يتبع مكان السحر الاسود، فبيقول لها ايوه تقريبا، وده طبعا لان السحر الاسود بيستخدم المنى بتاعته بكل وضوح، وده هيخلي اندريس يقدر يلاقيه بسهوله، وبيستخدم بعدها تقنيه رصد المنى، وبيبدا يرصد المنى السوداء لحد ما بيلاقي المصدر، بعدها بيوصف الطريق لايفي اللي بتطلع تفلق على المكان، وبيجري وراها باقي التيم، وبيوصلوا عند بيت السحر الاسود اللي بيكون لابس قناع، وبتخش ايفي كالعاده وبتكسر الباب، لكن بعد ما بتدخل بيتفعل حاجز على الباب وبيطلع ده فخ، وبتتحبس ايفي جوه مع بنت تانية بتقول لها اختي ده بيؤلم جدا، وبتكون مصدومه بشكل رهيب، وبيحاول اندريس يدخل بس الحاجز اقوى منه، وبيسمع صوت بيقول يالا الشفقه يالا الشفقه، وبيبص لفوق بيلاقي ان في حاجز مطوق المكان كله وفيه بس فتحه صغيره، والصوت بيرجع يقول مفيش داعي للاستعجال انحنوا الحاكم الكسل، وبيفكر اندريس في كلمه الكسل دي، وبيسال ليه الكسل ظهر دلوقتي، وبوضح ان اسم اللعبه هو الخطيئه الكبرى بيكاتا، وبدايه من الكسل الخطايا السبع مميته انفصلت من الجسم الرئيسي من مخطوطة نهاية عالم اللعبة، وعن طريق تجميعهم تقدر تستدعي الزعيم الأخير، وبيفكر أندريس في إن ده أهم عناصر القصة، وبيستغرب جدا من إن الكسل ظهر في الريف وما ظهرش يعني حتى في القصة الرئيسية، وبينط وبيهرب من الناس علشان هو مش هيقدر يعمل حاجة لوحده ولازم ينضم مع باقي المجموعة، وفي نفس الوقت ده المجنونة فيفيانا بيتم السيطرة عليها وبتنزل ذبح في السكان وهي بتضحك زي المجنونة، وبيجري أندريس وبيسألهم إيه اللي حصل ليها، وبيرد عليه جبري بإنه أول مرة يشوفها كده، وكريستوف بيكون مصاب ومرمي على الارض، وبيوضح اندريس لجبري ان ايفي اتحبست جوه الحاجز، وبيرجع يسمع الصوت من تاني بيقول يلا الشفقه انتوا عارفين انكم بتقتلوا ابرياء، وبيقول اندريس ان ده صوت السحر الاسود، وبيعرف جبري انه موجود جنب المشرفه ايفي، وجبري بيعمل نفسه شهم وبتاع، وبيقول لاندريس انه هيروح ليها وهو اصلا عاوز يهرب، بس اندريس بيكون فاهم انه عاوز يهرب اصلا، وبيتفرج على فيفيانا اللي خلاص بتتجنن اكتر واكتر، وبيتخض جدا لما بيشوف هجوم جاي عليها صعب تراوغه، بس هي مش بتراوغ الهجوم، لا دي بترد بهجوم، وبعدها بيظهر اخيرا السحر الاسود، وبيقول له الوحيد اللي ما كانش مصاب هرب، وهنا قصده يعني على جبري، فبيقول له اندريس عادي مش مهم انا كده كده ما كنتش متوقع منه حاجه، وبلاحظ السحر ان اندريس هادي، بيقول له اندريس انا افتكرت ان وقت ظهور الزعيم جه، وبيقوم الساحر وهو مش عارف اندريس جايب الثقه دي كلها منين، وبيعترف بشجاعته، وبيقول له انا هديك اختبار انت كمان، وبيحدف على اندريس سحر وهمي، وبيبدا اندريس وعيه يروح لمكان تاني ويتلاشى، وبيفتكر نفسه الحقيقي لما كان بيخدم في القوات الخاصه، وبيكون مصاب وفي حرب شغاله مفيش اي حد معاه، وبيطلع يجري لحد ما بيلاقي شوهي صاحبه بيموت قدامه، وبيقول له ماكوتو اهرب بسرعه، وبيجري عليه وبيحاول يفوقه، وبيلاقي وشه صاحبه بيندمج مع وش حد تاني، والحد ده ابو اندريس في اللعبه، وبيفتكر هو بياخد من ابوه الخاتم وهو بيقول له خد يا اندريس الخاتم ده، طول ما انت معاك الخاتم دوت هيتم الاعتراف بيك كسيد حقيقي لعائله كرومويل، ما تشيلش هم ابوك تاني ارجوك، وعيش بسعاده مع ايمي، والذكريات دي بتتلاشى من قدام عينه وهو بيعيط. بيلاحظ الساحر ان في تشوهات بتحصل في البعد اللي هو حابس فيه اندريس، وبيفجر اندريس البعد ده وبيخرج وبيطلق المنى بتاعته في المكان كله، والساحر مصدوم وبيسال اندريس ازاي خرج من لعنه الكسل بتاعته، بس اندريس مش بيرد، وبيفتح اشعاره وبتتزامن شخصيته الحقيقيه ماكوتو مع شخصيته في اللعبه اندريس بنسبه 100%، زائد كمان انه بيكسب موهبه القتال بتاعه ماكوتو، وبيقول للساحر لعنه الكسل بتاعتك دي هي بس عباره عن محفز لصدمات الشخص، ولا اقول ان قدراتك هي اللي تعبانه. فبيتعصب الساحر وبيحدف على اندريس سيف متغلف بالسحر الاسود، لكن اندريس بيراوغ بسهوله وبيقول له ايه هتعمل ايه تاني، مستحيل الحاجات دي تنفع ضدي، انا الشخص اللي اخذ تدريب في القوات الخاصه. وبيتعصب الساحر تاني وبيحدف عليه سيف جديد، لكن اندريس بيكمل مراوغه وبيتفادى كل الهجمات، وبيفكر في ان السحر مش بالقوه اللي هي يعني، وبيكون عارف انه عشان ينهي كل ده لازم يستخدم الاستدعاءات بتاعته، وبيقف وبيقول مش مهم لان مفيش حد شايف، وبينزل له السحر من
من على البيت وبيقول له انت مين؟ فبيقول له اندريس هوريك انا مين، وبيبدا في الاستدعاء، وبيكون متاح قدامه بس 23 جثه، وعلشان يعني مستوى المهاره مش كافي فبيستدعي 9 بس. وبتقوم الهياكل العظميه وبيتصدم الساحر، بيقول له انت اصلا شغال في الطائفه؟ ومن هنا بيتاكد اندريس ان في فعلا طائفه للسحر الاسود، وبيفكر في انه يجاري السحر علشان يعرف معلومات اكتر. وبيقول له انا اتكلفت بمهمه استعاده خادم الكسل باسم الطائفه. فبيجهز السحر شويه طلقات سحريه وبيقول له هتعمل كده بهياكل عظميه؟ انت فاكر انك هتجاري قوه الكسل بدول؟ وبيحدف على الهياكل الطلقات السحريه وبيفضل يدمر فيهم، وفي طلقه منهم بتكون رايحه على اندريس اللي بيستخدم على طول درع الارض وبيحمي نفسه. والمره دي بيستدعي الجندي الاقوى عند نيكيل اللي بيقطع الحاجز بسيفه وبينقض على الساحر اللي بيكون مصدوم ومش مصدق ان هيكل عظمي قطع الرمح بتاعه. وبيخرج مكعب غريب وبنلاقي ايد عملاقه بتزق نيكيل، والمكعب بيتفك ل10 شرايح. وخلاص الساحر بيتجنن وبيستخدم قوة الكسل اللي عنده، وبنلاقي ان في ايد عملاقة جنبه وبيقول له انت هتدفع حياتك تمن افساد خطتي. والهجوم بتاعه بيشتغل ونيكيل بيتفادى عادي، وبيوضح اندريس انه يقدر يتفادى الهجوم عادي جدا، وجسم نيكيل صلب اصلا فيقدر يتحمل الهجوم. وبيكمل نيكيل صد، والساحر الاسود بيقول له موت بهدوء، والهجوم بتاعه بيبقى اسرع. وبيفهم اندريس ان الساحر عنده صعوبة في التحكم بقوته، وده معناه انه لسه ما اتقنش قوة الكسل بشكل كامل. وبعدها بيطلب من نيكيل يستهدف نقطته العمياء وبيهجم عليه، وبيروح وراه نيكيل وبيحصل عليهم هجوم هما الاثنين. بس بيقوم اندريس وهو مصاب وبيشتم السحر عشان دمر نيكيل، فبيضحك وبيقول له ما تقلقش انا هبعتك ليه قريب. وبيهجم على اندريس بكل الايادي العملاقه، بس بيضحك اندريس وبيظهر وراه السحر عمنا نيكيل وبيقطعه نصين. والعقل المدبر للحاجات دي كلها هو الخادم اللي طلع سحر اسود، وده معناه برضو ان البارون متورط في الحاجات دي. وبياخد منه اندريس المكعب بتاع مخطوطة نهاية العالم الفصل السابع الكسل، وبيديه لنيكيل يحتفظ بيه معاه مؤقتا، وهيبقى يفكر بعدها هيعمل فيه ايه. ولاحظ اندريس ان بعد موت الساحر لسه الحاجز ما اتشالش، والحاجز ده مختلف عن اللي هو كان فيه، واول لما بيلمسوا الحاجز بيشفطوا لجوه. وبينتقل اندريس لوعي فيفيان وهي صغيره بس بيكون مختفي، وبيقول هي دي فيفيان الصغيره؟ بس هي كانت طفله، فبتترعب وبتفتكر ان في شبح وان الكرسي بيتكلم، لكن بيوضح لها انه مش شبح ولا حتى شيطان، وانه هنا بس علشان ينقذها. وفي الحقيقه اصلا اندريس مش عارف هو بيعمل ايه هنا من الاساس. وبيوضح ان اول حاجه هو شافها لما جه هنا شاف فيفيان وهي بتنضرب بالقلم من السيده نبيله، واستغل اندريس فرصه ان مفيش حد شافه، وعمل شويه تحقيقات واكتشف ان السيده اللي ضربت فيفيانا هي مرات ابوها التانيه.